يا مساء الفل والجمال. النهارده هنعمل ام علي بطريقه سهله وبسيطه كده، وطعمها هيطلع معاكي بجد حكايه. عايزه اقول لك كده ان من بواقي كده الرقاق الناشف اللي هو بتاع العيد ده، شويه المكسرين اللي بيبقوا في الكيس دول، عارفاهم انتي؟ هنجيبهم بقى كده وهنعملهم طاجن ام علي كده، هيطلع معاكي بجد مورق كده وطعمه بجد تحفه. اول حاجه كده انا معايا البايركس اللي انا هشتغل فيه على طول. ده الرقاق يا جماعه، بصوا هو سليم كده للاسف ما كانش مكسر، فانا بقى اكسره كده حتت صغيره زي ما انتوا شايفين كده اهوت، بطريقه عشوائيه كده بايدك زي ما انت شايفه كده اهوت، زي الفل كده اهوت. اخلص الكميه كلها، انا عايزه تقريبا نص الصينيه كده معايا، ماشي. طبعا انا حاطه بقى كيلو من اللبن على النار، وحاطه فيه معلقه من السمنه، وحاطه فيه شويه من السكر، بس السكر طبعا حسب الرغبه زي ما انت عايزه، بتحبي الحاجه مسكره او السكر بتاعها خفيف. حط كده شويه جوز الهند، ماشي، وشويه سكر برده كده على الرقاق بتاعي زي ما انتوا شايفين، وهضيف بقى عليه اللبن كده اهوت، ماشي. عندك قشطه مفيش مشكله، ما عندكيش قشطه خلاص خالص، ماشي. انا بقى الشكل المكسر من على الوش ده ما كانش عاجبني، فجبت كده قطعتين سلام، ماشي، وهتك عليهم كده بالمعلقه بحيث ان هم يتشربوا من اللبن كويس، وابدا بقى ان انا ادخلهم الفرن. انا فاتحه الفرن من تحت عالي، والشوايه يا دوبك فاتحاها حاجه بسيطه خالص، ماشي. طبعا عشان الشوايه هتحمر الوش بسرعه، لازم يغلي كده في كله في قلب بعضه عشان كله يندمج كده. بصوا يا جماعه ما شاء الله اللهم بارك، شغال وزي الفل اهوت. اسيبهم يتحمصوا كده شويه ويطلعوا. بصوا يا جماعه الجمال، اول بقى ما تطلع كده من الفرن، عندك بقى شويه جوز الهند، شويه زبيب، شويه لوز، شويه سوداني، اللي عندك حطيه. انا كان عندي كده لوز وبندق مكسراهم زي ما انتوا شايفين كده اهوت، حطيت عليهم شويه جوز الهند وقمت حطاهم كده على الوش، بيدوا ريحه حلوه جدا جدا ما شاء الله. نقطع حته كده ونطلعها كده ونشوف الجمال. بصوا الجمال بسم الله ما شاء الله، مورقه كده، تقولي مثلا ايه استحاله تكون دي ام علي. بصوا مفيش واحده لازقه في واحده كده، بسم الله ما شاء الله. طريقتها سهله وبسيطه جدا، ولو عجبكم الفيديو يا ريت تحطوا لي اللايك والاشتراك في القناه عشان يوصل لكم ان شاء الله كل جديد. وايه رايكم في الشكل والطعم بقى؟